الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بيوتنا في رمضان. النهاردة كلامنا لست البيت اللي واقفة في المطبخ تعبانة ومجهدة وبتحضر الفطار، بتحضر السحور بالرغم من صيامها وتعبها وإجهادها، بالرغم انها ممكن تكون مش ست بيت بس، هي كمان بتخرج انها بتشتغل وبترجع تبقى ست البيت وتنظف وتروق وتعمل كل حاجة. الحقيقة مجموعة من النصايح بنذكر أنفسنا وإياكم بيها، وإن شاء الله تساعدنا إحنا كستات بيوت وكموظفات كمان إن إحنا نعدي الشهر الكريم، وإن إحنا نكون بنطيع الله سبحانه وتعالى طاعات وعبادات، ومش بنرهق ولا نتعب في البيت. أول حاجة لازم تجددي نيتك وانتي واقفة في المطبخ بتحضري الأكل، نية ان انتي بتفطري الصائم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: من فطر صائما كان له مثل أجره، ولا ينقص طبعا من أجر الصائم شيء. وكان السلف الصالح يعني بيروا ان إفطار الصائم وإطعام الصائم ده من الأمور العظيمة جدا جدا، وكانوا بيحرصوا عليها حرص شديد. طيب، النقطة التانية، وانتي واقفة في المطبخ دايما خليكي حريصة على انك تعطري لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. طول ما انتي واقفة على البوتاجاز، واقفة بتغسلي المواعين، بتروقي حاجة، بتعملي حاجة، دايما على لسانك الذكر: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الامور دي كلها لازم تبقى على لسانك طول ما انتي واقفه في المطبخ. اولا بتاخدي اجر على طول، عداد حسناتك شغال. وسابقا وقديما اهالينا وامهاتنا وجداتنا كانوا دايما يقعدوا يسموا ويكبروا على الخبيز اللي بيخبزوه، على الاكله اللي بيطبخوها، يقولوا: يا بنتي دايما ذكر الله على الحاجه اللي بتتعمل، بتطلع فيها البركه وبيبقى طعمها جميل. طيب، نقطه ثالثه، بعد ما احنا عطر لساننا بذكر الله سبحانه وتعالى، لا تسرفي في الطعام. اولا شهر رمضان الكريم هو شهر طاعة وعبادة، ما هواش شهر اكل وشرب وسفرة عامرة بما لذ وطاب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ان الله لا يحب المسرفين. ثانيا، احنا دلوقتي الدنيا بقى فيها غلا، وبقى فيها اسعار، يعني انتوا شايفين الغلا بقى عامل ازاي. فمحتاج ان احنا نقتصد، محتاج ان احنا ما نرميش اللقمه ابدا ابدا في الزباله، ومحتاجين ان احنا ناخد بالنا من حبه الرز اللي نعملهم على قدنا، ما نرميش حبايه رز، ما نرميش حبه مكرونه باقيين، ما نرميش اي حاجه ابدا. غيرنا بيبقى محتاج النعمه اللي في ايدينا دي، يبقى احنا بنعمل هو صنف او صنفين بالكتير قوي، وفضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى. وبنبقى انتي بتبقي عارفه ايه اللي يكفي اسرتك وعددها قد ايه، وتروحي عامله على قدكم. اتبقى حاجه بتغلفيها وتحطيها في التلاجة، بتضيفيها جنب الاكل بعد كده تاني يوم مثلا، وتاكلوها جنب الاكل اللي هيتعمل. اوعي ترمي اي حاجه ابدا، لانك هتحاسبي عليها امام الله سبحانه وتعالى. طيب، نقطة تانية مهمة جدا جدا، لازم ترتبي نفسك في موضوع الفطار والسحور بشكل اسبوعي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هعمل جدول والزقه كده على التلاجة كل اسبوع. قدرتي تعملي جدول رمضان كله، وانا كان اعتقد ان 30 يوم، يعني بلاش تعمليهم من دلوقتي، خلينا نمشيه اسبوع باسبوع. انا الاسبوع ده اليوم الاولاني مثلا هناكل رز وخضار ولحمه، تاني يوم احنا هنفوت باللي باقي قبل كده. انتي طبعا كل ست بيت ادرى بظروفها، فانتي هترتبي نفسك كل يوم. انتي هتصحي الصبح بتبصي في الجدول الملزوق على التلاجة ده، انتي عارفه هتعملي ايه، لان ما ينفعش تصحي وتضيعي ساعة مثلا: هو انا هاكل ايه النهارده، هفطرهم ايه النهارده. طيب الحمد لله وفكرتي وعرفتي هتفطريهم ايه، جيتي تدخلي المطبخ عشان تعملي الاكله، لقيتي المكونات مش كامله عندك، فترجعي تغيري الاكله وتقولي هعمل حاجه تانية. فبالتالي ده بيضيع منك وقت وبيضيع منك مجهود. احنا في شهر رمضان ده ايام معدودات، فاحنا محتاجين كل دقيقه. فالتنظيم والترتيب ده بيساعد ان احنا ننجز ونخلص على طول. النقطة اللي بعد كده، لازم تبقي محددة لنفسك وقت محدد هتقضيه في المطبخ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا داخلة المطبخ، انا هعمل الفطار، انا قدامي ساعة
انا مش هقعد في المطبخ اكتر من كده، قدامي ساعة ونص مثلا، مش هقعد قدامي اكتر من كده. لكن تدخلي المطبخ الى ما لا نهاية، ما تطلعيش الا على اذان المغرب، لا، حرام عليكي بصراحة، حرام عليكي صحتك ومجهودك، حرام عليكي الوقت اللي بيضيع طول ما انتي واقفة عمالة تعملي ده وده وده. لا، هو طبعا بتاخدي اجر على افطار الصائمين والامور دي، ولكن انتي لازم تكوني محددة، وانتي داخلة المطبخ بوقت محدد هتخلصيه. نقطة بعد كده، انك لازم اول باول تخلصي اللي موجود في الحوض بعد ما طبختي. اتبقى عندي مواعين، بقى عندي حاجة، فتبقي خارجة من المطبخ غاسلة كل حاجة والحوض تمام، علشان ما يتكومش عليكي بعد الفطار، لان بعد الفطار بتبقى في مواعين تانية. وانا عارفة ان شكوى كتير من ستات البيوت ان المواعين دي ما بتخلصش، احنا كل ما الحوض بينضف كل ما بنلاقي فيه معرفش بيجوا منين. لكن ربنا يجعل بيوت المسلمين دايما عمار وعمرانة بالخير. ولكن انتي تطلعي من مطبخك بعد ما تخلصي الفطار، تكوني بعد ما تخلصي تكوني طبختيه يعني، الحوض تمام. بعد الفطار هيكون متبقي عليكي المواعين دي، هقولك هتعملي فيها ايه. الحقيقة احنا محتاجين، احنا كستات بيوت، نكون متفقين مع ازواجنا ومع اولادنا ان هم لازم يكونوا ليهم دور معانا في البيت، يساعدونا. ما ينفعش ان انا ابقى واقفة من اول النهار، او ان انا ارجع من شغلي جري، سواء في عز الحر ولا في عز البرد، راجعة بطبخ وولادي قاعدين محدش فيهم بيساعد، او بنتي قاعدة ما بتساعدنيش. لا، ما ينفعش اطلاقا، لازم يكون في اتفاق. والاب هنا او الزوج هنا عليه دور كبير جدا، انه يشجع الاولاد ان احنا لازم هنساعد ماما. وقت تقديم الاكل هما اللي يفرشوا، وقت لم الاكل هما اللي يلموا معاكي ويحطوا. كل يوم تبقي عامله يوم حد هيغسل معاكي المواعين، او حد هيغسلها عنك، مش انتي اللي هتغسليها كل يوم. لازم ترتبي الامر ده ويكون بالاتفاق، علشان ما تتعبيش وتحسي انك طالعه من الشهر الكريم منهكه جدا. خصوصا ان وقت رمضان يعني بيبقى مختلف شويه في بالذات وجبه الفطار بتكون مختلفه شويه، يكون فيها اهتمام، عصاير بتاع حاجات من كده، فبتبقى مواعينها اكتر شوية. والحقيقة انا لقيت بعض الاسر بدأت تتبع نهج انها تجيب الاطباق من بره، اللي هي بتسمى الاطباق الفل او القصدير والالومنيوم والحاجات دي، بيستخدموها بعد كده والمفرش ويرموها سريعا. بعض الناس مش متقبلة الفكرة دي وتقول انا مش هقدر اكل في الطبق ده او مش هقدر اكل فيه، ولكن انا شايفة ان الامر ابسط من كده بكتير جدا جدا جدا. فممكن لو احنا نتبع الفكرة دي هتكون حلوة وهتريحكم جميعا. اخيرا، انا عارفة ان انت لما اول ما بنيجي نقعد كده بنكون واقفين مدة طويلة يا ظهري، وفعلا احنا بنكون مجهدين جدا، خصوصا لو كان في عزومة او حاجة. اول ما تحسي بالتعب ده احتسبي لله سبحانه وتعالى، ودي حسبة لله، وخدي بوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها للسيدة فاطمة وسيدنا علي لما راحوا له علشان يطلبوا خادم، ان هم تعبوا. فدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألا أدلكم على خير من الخادم؟ فقالوا له، سألوه ايه هو يا رسول الله اللي خير من الخادم؟ فأمرهم ان هم يحمدوا الله سبحانه وتعالى 33 مرة، يكبروا 34 مرة، ويسبحوا الله سبحانه وتعالى 33 مرة. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منك يا ست الكل، يا ست البيت، وربنا يعينك ويجزيكي خير، وإن شاء الله أشوفك في حلقات تانية. السلام عليكم.